هل تنبأ أيقونة الدراما السورية الفنان ياسر العظمة بما جرى في سوريا منذ الثورة وحتى الآن؟ عاد مشهد من المسلسل السوري الشهير مرايا إلى الواجهة مجدداً، واستقطب تفاعل السوريين بعد أن بدا لكثيرين منهم أنه تنبأ بما شهدته سوريا منذ العام 2011 وحتى سقوط النظام في نهاية 2024. والمشهد مأخوذ من إحدى حلقات مرايا 98، وهو عبارة عن حوار بين الفنان الراحل سليم كلاس والفنانة عبير شمس الدين، وتدور أحداثه في حقبة قديمة غير محددة بدقة من خلال منصب مستشار الوالي الذي يلعب دوره بطل المشهد، ويحكي المشهد عن الوالي الذي يخشى مما حدث بعد أن كتب مجهولون عبارات مناهضة لحكمه وتريد سقوطه، بينما يرفض الوالي سماع نصائح مستشاريه حول منح الحرية للناس وتحسين معيشتهم. وشارك أنور العظمة المشهد في مقطع فيديو مع والده الفنان ياسر العظمة صاحب السلسلة الكوميدية الشهيرة طوال سنوات في مرايا، لتجد مشاهدين كثرا وتفاعلا كبيرا من المدونين.